هو أنا يا لاسي ممكن فعلا أعرف اللي قدامي بيفكر في إيه؟ أو إيه الشعور اللي حاسه من غير ما يقول ولا كلمة؟ طب لو ممكن أعرف فده بيكون إزاي؟ والإجابة على السؤال ده هتكون بعد موضوع حلقة النهاردة. أهلا بيكم ووحشتوني. من النهاردة هبدأ معاكم في سلسلة حلقات مختلفة ومتأكدة إنها هتعجبكم وكلكم مستنيينها، وهي سلسلة لغة الجسد. لكن قبل ما أعرفكم على لغة الجسد، حابة أقول لكم إن حركات الجسم والإيد وكل حاجة بنتفاعل بيها بجسمنا بتمثل 55% من التفاعل في أي عملية تواصل مع حد، واللي ليها التأثير الأكبر، وده لأن الكلام نفسه بيمثل 7% بس من عملية التواصل، ونبرة الصوت 38%. تخيلوا لغة الجسد ليها تأثير أهم من الكلام نفسه اللي بنقوله. ولغة الجسد باختصار هي انعكاس للحالة النفسية للشخص اللي قدامي وبيحس بإيه بالظبط. ولكن النقطة الأهم في تحليل لغة الجسد هو إننا نشوف الموقف نفسه اللي فيه الشخص وطريقة كلامه أو السياق اللي هو بيتكلم فيه، لأن السياق نفسه بيفرق من موقف للتاني والتحليل بيختلف. وبس، دي كانت مقدمة بسيطة النهاردة ومش هطول عليكم. استنوني الحلقة الجاية مع موضوع قوي وبيشغل ناس كتير. وما تنسوش تعملوا لايك وشير على الفيسبوك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب عشان تكونوا أول ناس تشوف الجديد.